السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اصحابي الحلوين، اخواتي حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم. في البداية كده احب اشكر كل المشتركين في القناة وكل من بيدعمني كده وبيرفع القناة سواء بلايك او بتعليق. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو عملناه مع بعض. في البداية كده نحب بسم الله الرحمن الرحيم نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة يا بنات هكلمكم عن شوية أفكار كده، ويعني ايه شوية أفكار يعني في التوفير وفي الميزانية وفي ميزانية شهر التسعة اللي أنا عملتها وبأسلوب توفير. يا بنات احنا كده يعني هكلمكم كده، ويعني في ريح ما انا بكلمكم كده يعني ايه هعرض لكم شوية صور وشوية افكار كده من بيت اللي انا بعمله. تمام. ايه هي الافكار وايه هي الميزانية؟ الميزانية دي يا بنات بصوا من 10 ل50 جنيه، من الاخر من 10 ل50 جنيه. بس في البداية كده وقبل ما انسى يعني يا بنات، في الفيديو بتاع اسرار التوفير اللي انا كنت عاملاه، في لقطة في الفيديو ما تسجلتش كويس او الصوت جه على بعضه كده في المونتاج معرفش ازاي. فانا ان شاء الله هشرحها لكم خلال الفيديو. بس تعالى هقول لكم انا كنت عامله حبه فول مدمساهم كده، جايباهم يا بنات كانوا عندي من فتره. جايباهم يعني، فكنا ان هو عايزين مثلا نفطر. انتوا شفتوا دلوقتي انا قدمت اصلا في الطبق دلوقتي واحنا بنفطر، اللي هم الحبة اللي كانوا في الكسرولة دول، خدتهم وخلطتهم كده. يعني ممكن ان انا اضربهم بس انا خلطتهم، يعني اعملهم اللي هي هرسة الفول، بس انا خلطتهم خلطة بسيطة كده عملتهم بقى ايه على الفطار واحنا كنا بنفطر. فطرنا حاجة بسيطة خالص، اللي هي حبة عسل وحتة حلاوة طحينية. الاولاد بيحبوها خالص، وانا يعني اي حاجة هما بيحبوها بشوفهم هما بيحتاجوا ايه وبجيبها لهم. ما بجيبش اي حاجة كده اللي لدرجة ان انا ايه جايباه وخلاص. انا بشوف الاولاد بيحبوا ايه وبيحتاجوا ايه وبجيبها علشان خاطر يعني ما فيش حاجة تبوظ عندي وكده. تمام. يا بنات انا يعني جايه النهارده عشان خاطر اكلمكم عن التوفير وازاي تعرفي توفري في بيتك، وازاي يتوفر معاكي المصروف، وازاي تعرفي تعملي يعني تعرفي تعملي قرش لنفسك كده. في البداية يا حبايبي يعني ما تنسونوش من اللايك والاشتراك، وحبايب قلبي اللي مشتركين احب اشكركم جدا 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 على دعمكم ليا، واللايكات اللي بترفعوني بيها. احب اشكركم جدا 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 بجد يا بنات. يعني اي حد كده بيدعمني وبيرفعني انا بحبكم جدا جدا يا بنات. تمام. التوفير اللي هو بالنسبة لي اللي انا زي ما بقول لكم عليه اللي هو من 10 ل50 جنيه. ازاي يا شيماء هنوفر من 10 ل50 جنيه؟ هو ايه ازاي يعني؟ ازاي ايه اللي من 10 ل50 جنيه؟ هقول لكم دلوقتي يا بنات. تمام. اول حاجة اول فكرة معانا اللي هو مثلا هنشتري بصوا ب10 جنيه لانشون. تمام. مش بقولك مثلا لا اعملي لا هاتي معرفش ب20 جنيه او ب30 جنيه، لا بقولك بصوا ب10 جنيه لانشون. وعلى حسب برضو انتوا كام فرد في العيلة. تمام. 4 افراد 5 افراد بس والله بجد يعني ب10 جنيه لانشون يعني بيعمل الفكرة اللي انا هقول لكم عليها دي جميلة جدا يا بنات. ليه؟ لان احنا مش هنجيب اللانشون ونعمله كده اي حاجة كده يا بنات. اللانشون هنجيبه فكرة جميلة جدا جدا. هنعمله مثلا خلطة لانشون، بصلاية كده طرنشات، فلفل، طماطم طرنشات، وطماطم كمان حتة صلصة، وهنعملها دي. ادي فكرة يا بنات. تمام. يعني دي فكرة فطار. تمام يا بنات. ادي كده مثلا فكرة ب10 جنيه بس يا بنات. ودي كده فكرة مع حبة بطاطس كده مثلا، او مثلا يعني ايه
حبة بس برضو طعمية احنا عاملينهم برضو في البيت يا بنات. اي حاجة من دي، بالذات بند الفطار وبند العشاء، اي حاجة من دي، اي حاجة بنشتروها من برا بنستهلكها من برا لازم ان احنا نعرف منكم يكون لها بدايل. البدايل دي يا بنات ممكن ان احنا نعملها عندنا هنا في بيتنا وبأقل التكاليف. وانا كنت عملت اللي هي عجينة الطعمية عندنا. طيب احنا هنعملها ازاي يا بنات؟ هعملها ازاي؟ انا مثلا لا عندي لا كبة ولا مفرمة ولا مسحنة ولا الكلام ده كله. انا كنت عاملاها على القناة في فيديو لوحدها كده بكوز الخلاط يا بنات، بالخلاط الفول وبالخلاط يا بنات، والله كنت ضرباه بالخلاط. تمام يا بنات. وانا هسيب لكم ان شاء الله اللي هو الفيديو ده، لينك الفيديو ان شاء الله في اول تعليق مثبت. روحوا يا بنات واسمعوه، وان شاء الله لو عايزين ان انا اعمل لكم فيديو تاني مخصص لها خالص من اول وجديد اعمل لكم باذن الله، اكتبوا له تحت في التعليقات. تمام. ادي كده يعني اول حاجة مثلا اللي هو مثلا اللانشو ده. طب في ايه تاني يا بنات؟ ممكن ان احنا نجيب ب20 جنيه فول مدمس، اللي هو فول التدميس ده يا بنات، اللي انا لسه كان معروض قدامكم حالا في الفيديو. ب20 جنيه فول تدميس. ب20 جنيه يا شيماء، ب20 جنيه. والله ما شاء الله يا بنات بيفرط كتير جدا. اللي هو مثلا هنجيبه هنبله. تمام. هنيجي رايحين مثلا هنبلوه. هو ما شاء الله يعني لما بيتبل بيزيد معانا كده، وما شاء الله وكل حاجة ببركة ربنا. بتبقى جميلة جدا، وما شاء الله بيبقى فيها بركة وزيادة كمان يا بنات. تمام. هندمسوه احنا عندنا في البيت، وانا كنت عاملة برضو فيديو بتاع التدميس، وعلشان كده ما عرضتوش معاكم، معلش لخاطر الفيديو ده. بس ان شاء الله هعمل لكم وهجيب لكم شوية افكار في الفيديو، وهعمل لكم فيديو كده مخصص لوحدكم. بس انا جاية اللي هو النهاردة يا بنات اللي هو اعرض معاكم شوية افكار وشوية يعني ميزانية كده اللي احنا نظبط بها امور بيتنا وامور حياتنا. تمام يا بنات. علشان خاطر بس ما نقعدش نهري ويعني نتكلم كتير. انا جايبة معاكم افكار اللي هو فيديو لمجرد افكار بس يا بنات. بخصوص الفيديو بقى، انا كنت بعمل حمام محشي يا بنات، كنت عايزة ان انا اعمل حمام محشي يعني في اليوم ده. وان شاء الله لو عايزين طريقته، والله ما شاء الله كان جميل جدا. لو عايزين طريقته ان شاء الله هنزله لكم في فيديو كده لوحده منفصل يا بنات. تمام. طيب هنجيب الفول يا بنات، هنجيب الفول هنبله، هنعمله تدميس وهنظبطه وهنعمل كل حاجة يا بنات، وهنظبطه ويعني هنخلوه عندنا، هنعبوه كده في اكياس على قد ما احنا عايزين. نطلعوه بقى في مثلا فطار، في عشاء، في غدا، في اللي انتوا عايزينه يا بنات. تمام. مثلا فول مع طحينة، فول مع تقطيع مثلا بصل بالصلصة بحبة فلفل طرنشات كده جميل ما شاء الله بيفرط معانا كتير برضو بيزيد معانا. ممكن يا بنات تاني نجيبه مثلا ب40 جنيه الفول ده، نزود مثلا 20 كمان، او نزود 30 جنيه كمان، ونجيب الفول ده هقول لكم تعملوا بيه كمان، بس نجيبوه من مكان مضمون وحد مضمون يا بنات. ليه بقى؟ لان احنا هنعمل يعني فكرة جميلة. اللي هو هنجيب الفول هنبله، تمام، مفيش اي مشكلة لحد الان. هناخد بقى مثلا نص الفول ده، ماشي، هنمسكه كده نحطه في قماشة كده. نص الفول ده هنمسكه كده نحطه في قماشة كده، ومصفي خالص من المية بتاعته، ونشيله كده في مكان في بلاستيكة او في اي حلة يا بنات على جنب كده لتاني يوم، ونيجي نشوفوه. تمام. نيجي نشوفوه بقى. ما شاء الله هتلاقوه منبت يا بنات جميل، وده بيبقى عندنا اسمه الفول النابت. ما شاء الله ليه يعني ليه طريقة برضو جميلة جدا، وبتبقى بيتعمل كده فول نابت في العشاء كده جميل، بيبقى بشوربة كده يا بنات. ما شاء الله والله بيبقى جميل جدا يا بنات. وادي كده مثلا اللي هو عدى يوم من الاسبوع يا بنات. تمام. يبقى كده احنا حاولوا يا بنات كمان اللي هي الميزانية بتاعتكم تبقى ميزانية اسبوعية. ما شاء الله الميزانية الاسبوعية بتبقى كلها بركة وخير وتوفير جميل جدا يا بنات. تمام. ممكن كمان نجيب مثلا ب50 جنيه. هقول لكم كمان يا بنات ممكن ان احنا نجيبه مثلا السمك السردين.
السمك السردين الصغير ده يا بنات ما شاء الله اللي هو الصغير ده البلد الجميل الحلو ده بيبقى جميل جدا 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 يا بنات. هنجيبوه نعمل بيه إيه يا شيماء؟ هقول لكم. بتجيبوه تخللوه يا بنات، اللي هو حبة ملح بحبة هريسة شطة كده يا بنات، وترصوا رقة في الجراء في الجراء، وتسيبوه يومين 3 يا بنات. ما شاء الله تطلعيه بص فطار بقى ماشي، غدا بقى ماشي، عشا ماشي معاكي، ما شاء الله بيبقى جميل جدا يا بنات. تمام. في افكار تانية وحاجات تانية اللي انت تقدري توفري منها، اللي هي ايه يا بنات؟ تمام. هنجيب مثلا علبة جبنة من السوبر ماركت، اي علبة بقى انت بتحبها، مثلا عبورلاند، فيتا، اي حاجة من دي. وهنعمل فكرة جميلة جدا اللي هو ايه يعني ايه فكرة حلوة جميلة جدا يا بنات، اللي هي مثلا حبة جبنة مع حبة سلطة، مثلا بناخدوها نضربوها في الخلاط ونحط عليها توابل، بتطلع فكر بصي يعني هناخد معلقة الجبنة مع طماطمتين او حاجة يا بنات وتضربها في الخلاط، ما شاء الله بتبقى جميلة جدا يا بنات. ماشي يا بنات. اللهم صل على سيدنا محمد. منكم كمان يا بنات اللي هو تجيبي مثلا طماطمية مشوية كده، مثلا مع قرن فلفل برضو كده، قرن فلفل او يعني منكم ان انت تشويها ومنكم تحطيه اخضر، ما فيش اي مشكلة. الطماطمية المشوية دي ما شاء الله جميلة جدا، منكم تحطها برضو في الخلاط كده، هتحطها في الخلاط مع القرن الفلفل ده، مع كده نص معلقة مثلا هريسة شطة او كده، وهتبقى جميلة جدا يا بنات. ومنكم برضو تحطوا عليها خل، ومنكم ان انتوا كمان مثلا تشووا بصلاية معاها ما شاء الله وتضربوها معاها في الخلاط، ما شاء الله جميلة جدا جدا. ومثلا منكم نحط برضو عليها طحينة، معلقة صغيرة كده من الطحينة، ومنكم تستغنوا عنها خلاص ما فيش اي مشاكل. دي جميلة جدا. وطبق يعني وطبق من عندنا يعني في البيت بأقل الإمكانيات، وهي حاجة توفير خالص يا بنات. في حاجة برضو كمان يا بنات اللي هو مثلا منكم زي ما انا قايله لكم، يعني اللي هو اي حاجة ينفع ان احنا نعملها في البيت ونستغنى عنها منشتريهاش من برا، نعملها. اللي هو مثلا منكم ان احنا مثلا المخبوزات يا بنات، العيش، الرقاق، القرص الفلاح، البكاكيم، يعني ما شاء الله. وانا كنت عاملاها معاكم قبل كده على القناة كمان، ما شاء الله يعني حاجة جميلة جدا يا بنات. يعني اي حاجة من دي ما شاء الله. ونصيحة كمان يا بنات لي مثلا للتوفير، التوفير مثلا هقول يعني لو انت مثلا في بيت قاعدة في بيت لوحدك، تمام، لو مثلا انت مثلا قاعدة في شقة يا ست ايجار، تمام، او في شقة من تمليك بس يعني في عمارة بس هي بتاعتك يعني، لا بلكونة، تمام، ممكن ان انت مثلا تجيبي لك قفصين كده ولا حتة بوكسة صغيرة كده، وتحطي مثلا فيها تربي لك فيها جوز حمام، ما شاء الله حاجة جميلة جدا. وانا يعني انا عملت كده وحاجة جميلة والله ما شاء الله يعني. وكل حاجة بالصبر، واحدة واحدة تجي. مثلا لو انت في بيت عيلة، لو انت قصدي في بيت يعني قاعدة لوحدك في بيت او كده، وعندك مثلا ممكن ان انت تجيبي مثلا فراخ، تربيهم انتي وتأكليهم وكده، وتجيبي بقى لما ياكلوا كده يخلصوا الاكل مثلا تجيبي لهم ايه، تحددي لهم مثلا هياكلوا مثلا شوكولاتة العلف دي، هياكلوا شوكولاتة العلف دي، وتمشي على منهج معاهم كده واصطلاحيات بتاعتهم كده وتمشي معاهم، ما شاء الله حاجة تحفة وحاجة جميلة جدا يا بنات. ولما تيجي تذبحي الطيرة دي او اي حاجة منهم، تحسي كده ان انت بتاكلي حاجة من تربية ايديك. مثلا مستغنية عن جبتي مثلا 10 طيرات، خدتي مثلا انت 5، مستغنية عن ال5 مثلا ممكن ان انت تبيعهم وتوفري تمنهم يا بنات. افكار جميلة جدا وميزانيات جميلة جدا. تمام. تعالوا نخش بقى على الميزانية. الميزانية يا بنات تبقى اسبوعية، اليومية مثلا الميزانية اليومية يا بنات والله دي بتخرب البيوت بصراحة يعني. ميزانية يومية يا بنات يعني بصوا يعني مفيش توفير، تمام. في حاجة كمان لازم ان انت يعني ايه اللي هو تخلي لكي حصالة.
ايوه يا بنات، لازم ان يبقى ليكي حصاله، ومش حصاله واحده، كذا حصاله. ليه؟ مثلا حصاله تحدي، حصاله اي فك او اي حاجه بتتفضل معاكي، بتتبقى معاكي. هقولك، حصاله التحدي ده مثلا لو انت عايزه تشتري اي جهاز، اي حاجه في بيتك. لو مثلا خليها يا بنات، بصوا، حصاله التحدي بتاعت الذهب يا بنات. تمام. عايزه مثلا تشتري حته ذهب، ولا مثلا، ولا نفترض الحصالة دي هنعين فيها مثلا، ولا نفترض كل شهر 100 جنيه، 20 جنيه، 50 جنيه، بس المهم ان انتوا تحطوا فيه. مثلا احنا مثلا داخلين على مدارس، داخلين على كتب، داخلين على ملابس وحاجات، على المفروض نوفر لها، نكون موفر لها من قبلها باسبوع. اللي هو ازاي يا بنات؟ اللي هو مثلا نفتح الحصالة كل يوم، ولا نفترض ان احنا نحط فيها 5 جنيه، في الشهر 100 جنيه، لحد يا بنات اما نوفر. وفرنا مثلا يا بنات تمن اي حاجة، اي حاجة عايزينها، ملابس بقى، كتب، اسلحة، اي حاجة احنا عايزينها وفرناها. نجوم مثلا نروح نشتريها، ما نشتريش كله مرة واحدة، علشان خاطر ما يبقاش ضغط علينا يا بنات. نشتري كل حاجة برضو على الجد، نشوف برضو ايه اللي احنا محتاجينه بالظبط، وايه اللي متوفر عندنا برضو من السنة اللي فاتت. اللانش بوكس، منكم لو مثلا عندك مثلا حد من قرايبك، يعني مثلا اللي هم قرايبك دول مثلا معاهم أسلحة من السنة اللي فاتت يعني، مثلا المنهج بتاع المادة دي ما اتغيرش، منكم ان احنا ناخد منه السلاح، ما فيهاش اي مشكلة يا بنات. في بس فكرة هنا كنت عايزة اوريها لكم، اللي هو مثلا انا عندي درج التلاجة ده مش متقسم، فانا حابة ان انا اقسمه، يعني احط هنا مثلا حاجة، وهنا حاجة، وهنا حاجة. فانا جات لي الفكرة العبقرية دي. مثلا غطيان البلاستيكات دول انا مش محتاجاهم، خدتهم مثلا لزقتهم هنا كده بالشمع، وبكده قصيتهم على قد الدرج ولزقتهم بالشمع. حطيت مثلا هنا الطماطم اللي هي الناشفه، الطماطم اللينه، الفلفل وبتنجان. وبحب ان انا اخزن كل حاجه بالكيسه كده يا بنات، لان الكيس بحس ان هو بيحافظ عليه لو انا مثلا مش عندي العلب او حاجه. تمام يا بنات. فانا كده نظمت التلاجة. انا كنت بنظمها علشان خاطر اشوف ايه اللي انا محتاجاه، وايه اللي مش محتاجاه، علشان قبل ما انزل اشوف إيه اجيب ايه من السوق، ايه الحاجات اللي انا محتاجاها من السوق بالظبط يا بنات، علشان خاطر ما اجيبش حاجة عندي. فانا عندي ما شاء الله الطماطم بكمية وفيرة، فممكن ان انا استغنى عن الطماطم واشوفها، لان هي بجد سعرها رفع اليومين دول، يعني رفع جامد جدا يا بنات. تمام. المهم احنا مثلا وفرنا المدارس، واشترينا وجبنا الحاجات، وما شاء الله جبنا وخلصنا كل حاجة. داخل مثلا علينا رمضان اهوت يا بنات، يبقى في حصالة اللي اسمها حصالة رمضان. تمام يا بنات. نبدأ نحوش من دلوقتي، يعني نبدأ نحوش من دلوقتي نبدأ نحوش من دلوقتي. ليه بقى؟ لان هنبدأ مثلا هنحط حاجة بسيطة، ليه؟ يعني عشان خاطر لو احنا محتاجين اي حاجة فرح منها. اللي هو ازاي يا بنات؟ اللي هو مثلا هنحط مثلا 5 جنيه، 10 جنيه، كل يوم. مش هنضغط على نفسنا خالص، ان شاء الله بإذن الله تيجي على رمضان هتلاقيكي محوشة مبلغ حلو كويس جدا يا بنات. وكل واحد على قد مقدرته، برضو على قد امكانياته، ما شاء الله هتلاقيكي محوشة مبلغ هتنزلي ان انت تجيبي بيه كل اللي انت محتاجاه. التوفير مش معناه بخل يا بنات، التوفير اللي هو انا بعمل قرش ليا، ايوه انا بعمل قرش ليا، وفي نفس الوقت بيتي مليان خير، وبيتي عمران ما شاء الله، يعني عليه ما فيهوش اي حاجه ناقصه يا بنات، وكل بفضل الله والحمد لله. تمام يا بنات. تعالوا بقى للسؤال اللي هو كنت اللي انا كنت جايله لكم في اول الحلقه، اللي هو ايه الصوت دخل على بعضه في المونتاج بتاع الفيديو. اللي هو ازاي انا مطلعه 1000 جنيه وهو المصاريف مش مكفيه اصلا، يبقى هو الحكايه 4000 جنيه. هاقول لكم لا يا بنات، بصراحة بشكر المتابعة اللي علقت لي على الموضوع ده، بجد خلتني انتبه برضو. لقيت اللي هو جه معايا في المونتاج اتلخبط خالص يا بنات. فانا هقول لكم ازاي انا باخد يا بنات اللي هو 1000 جنيه دول من التوفير اللي انا ببقى عاملاه. ازاي يا بنات؟ يعني مثلا اهوت انا طلعت مثلا 1000 جنيه في الشهر ده. تمام. ال1000 جنيه ده طبعا يعني مش بصرفه كله، اكيد اكيد لازم نبفر منه لو حتى 200 جنيه 300 جنيه يا بنات.
تمام. وكمان في بحطهم في الحصالة اللي هي حصالة الفكة اللي انا بقولكم عليها ده يا بنات. تمام. وغير كده حصالة الفكة دي اي فكة بتيجي معايا، اي باقي بيجي معايا من اي مصاريف تانية، من اي مصاريف خارجية، بحطهم في الحصالة دي. بلقى نفسي في اخر الشهر مثلا حوشت ووفرت كام، وليكن 800 جنيه، 700 جنيه، 600 جنيه. انا دول اللي هم بيبقوا ميزانيتي بتاعة الاكل يا بنات، مش بصرف اكتر منهم. ليه بقى؟ لان انا عندي اللحمه بتاعتنا، انا بربي فراخ عندي، بربي مثلا لو حمام لو اي حاجه بربيها عندي في البيت، بتوفر لي كتير برضو يا بنات. وكل واحد على حسب ميزانيته، عشان كده انا بقول لكم اعملوا تفكير وافكار كتير عندكم يا بنات في البيت. ما شاء الله حاجه بتوفر وحاجه جميله جدا يا بنات. تمام. وكمان والله ساعات بلقى متوفر معايا في اخر الشهر في الحصاله دي، بلقى في 2000 جنيه كمان، ما باخدهمش ان انا اصرفهم انا فرحت بيهم ايه ولقيت معايا، لا، باخد الفلوس دي يا بنات وابدا ان انا اوزعهم. مثلا انا محتاجه ايه، انا ايه اللي انا محتاجاه، ايه الحصاله اللي هي انا حطيت فيها قليل وعايزه احط فيها بزياده، علشان خاطر يجي اخر الشهر متوفر معايا، علشان خاطر اجيب الحاجه اللي انا عايزاها. تحدي الدهب يا بنات، تحدي الاسلحه، تحدي المشتريات. المشتريات بقى يا بنات اللي هي انا محتاجاها، المشتريات اللي انا محتاجاها زي ايه مثلا، حاجات في البيت عندي، ملابس للاولاد ناقصاهم، اي حاجه من دي يا بنات. تمام. مش اللي هو اي حاجه انا شفتها اروح اشتريها اجري عليها اشتريها وخلاص يا بنات، لازم أنا افكر مليون مره انا محتاجاها، طب هل في بديل ممكن ان انا استبدلها باي حاجه عندي؟ تمام يا بنات، مفيش اي مشكله. واهم حاجة يا بنات الميزانية الاسبوعية. الميزانية الاسبوعية ميزانية جميلة جدا، احلى من الشهرية واحلى من اليومية، علشان خاطر الشهرية بتيجي في نص الشهر وتلاقي نفسك خلاص فيستك خلصت كل اللي معاكي، ومش معاكي اكتر من كده. فان شاء الله هبقى اكلمكم باستفاضة عن موضوع الميزانية الشهرية دي والاسبوعية لو انتوا محتاجينها فعلا. وان شاء الله حبايب قلبي لو عجبكم الفيديو ووصلتوا لحد هنا ما تنسونوش من اللايك والاشتراك علشان خاطر يوصل لكم كل جديد. وهنا انا كنت بوريكم اللي هو ازاي الاولاد كنت بنضف، لقيتهم عاملين شخبطة بالرصاص، حاجة اخر يعني منظر وحش خالص. ده كان اكتر من كده كمان يا بنات، وانا مسحته جبت البتاع ده ورشيت منه كام رشة كده ما شاء الله، ومرطت بيه والله خلى الحيطة جميلة وفلة وشمعة منورة كمان. حتى اي عفاشة برضو كانت فيه طلعت اي وسخ كده، تراب مطرح مثلا تلزيق العيال بايديهم او كده، طلع والله ما شاء الله خلى الحيطة يعني ترجع بافتة منورة تاني. حبايب قلبي ما تنسوش الاشتراك ومتابعة للفيديو والاشتراك في الفيديو علشان خاطر يوصل لكم كل جديد. بحبكم جدا في الله، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وان شاء الله هعمل لكم كل اللي انتم محتاجينه. وانا هنا كنت بشاور لكم على العفاشة كده اللي هي دي، رشيت برضو عليها وظبطت الحيطة، وهوريكم كده يا بنات لقطة بعد ما اشوفوا يا بنات. شوفوا والله العظيم حاجة بالله عليكم يرضى مين المنظر ده، يعني يرضى مين؟ ما شاء الله هو البتاع ده جميل جدا، وانا يعني ايه حاجة حلوة ما شاء الله عليه. وهنا يا بنات كنت بوري لكم لقطة كده من الفيديو، ما شاء الله جميلة جدا. يعني في الفيديو يعني بعد ما مسحت الحيطة ما شاء الله رجعت نورت كده وبقت زي البفتة، بقت فعلا حيطة جميلة جدا لسه مدهونة ونورت. وحبايب قلبي اللي وصلتوا لحد هنا في الفيديو واستفدوا من الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.